باحثي علوم الأرض كنز معرفي ثمين. اليوم هو درس تطبيقي لطلبة كلية العلوم والتقنية بفاس، يكتشفون التركيبة الجيولوجية للمكان ويدونون بتركيز ما يستوعبون. هذا النهار غنديروا التطبيق ديال واحد الموديول ديال جيوفيزيك اي انفيرونمون، دونك كنديروا دي ميزور، كنشوفوا لي بروفوندور وداكشي، ودونك هاد لي سورتي كيعزوا لنا داكشي اللي كنقراوه وقيمه مضافه على داكشي اللي كنقراوه. جينا لهنا باش نديروا واحد الدراسه على هاد البلاصه هذه اللي هنايا، هي اللي قريبه اللي هنا اللاك، باش نتعرفوا على الطبقات اللي تحت الارض، هي داخله في لا بروسبكسيون جيوفيزيك اللي كنقراوها في كليه العلوم والتقنيه هنايا. الرحلة مكنت الطلبة من التعرف عن قرب على القيمة البيئية للمكان، فضلا عن دراسة تركيبة الطبقات والصخور المشكلة له. العمق ديال الضياع كيتراوح ما بين 30 و 35، كاين واحد الفليق، واحد الانكسار كبير، وهذا الفليق الكبير هو اللي كيعطينا في خزان الماء في هذه الجبال اللي كتشوفوا وراءكم فيها الثلج، والتسرب المياه عبر الفرشات المائيه كيغديو هاد الضياع هذه. اذا هي كتلقى الماء من الفرشات المائيه مباشره. ضاية أجلمام سيدي علي التي ترتفع عن سطح البحر بحوالي 2000 متر تعد واحدة من أكبر المساحات المائية النقية على هذا العلو ببلادنا، حيث تمتد على حوالي 1.5 كيلومتر مربع. وبعد يوم طويل ومفيد، صور للذكرى تختزل سحر الفضاء.